في طنجرة درت شوية زبدة وشوية زيت، ونحكم ندير دي مورصو تاع الدجاج، ديروا اي مورصو راكم حابينو. حكمت رحيت 2 حبات بصلة صغار، نص درتو في لاصوص ونص حنديرو من بعد في الفيونداشي. درت الفلفل الكحل، زدت الثوم، وزدت شوية تاع الكزبر وشوية تاع توابل الدجاج. هذو هما التوابل اللي درتهم، نقليهم مليح مليح بالشكل راكم تشوفوا فيه. ومن بعد درت حبة تاع زرودية قطعتها بالشكل راكم تشوفوا فيه، زدت شويه تاع الملح عندكم شويه بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه. عاد درت الزيتون اللي كان ديجا مغسول مليح ماهوش بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه، ونمرق. ما تكثروش بزاف الماء باش تجي لاصوص تاعكم بنينه. هنا مرقت وخليتها طيب على نار هاديه. نجي نحضر الفيونداشي، درت هذيك البصله اللي بقات درتها مع شويه زيت نقليها مليح. ومن بعد درت كميه من الفيونداشي حوالي 250 غرام. وبعد ما نقليهم نجي ندير التوابل، درت فلفل الكحل، زدت الكزبر، وزدت الثوم. وما تنساوش تملحوا، انا هنا كنت نسيت ما ملحتش. ونقليوه يعني واحد 5 دقائق، هذا ما كان راح يطيب لنا. نحيته ودرت كميه مليحه تاع الدبشه، مغرفه تاع لا شابلور راح تمدلو خفه ويجي طري ما يجيش يابس. زدت 2 حبات تاع البيض ونخلطه مليح. لازم القوام يكون بهذا الشكل، انا مانيش حابه يجي سائل بزاف، يجي هذاك اللي جاي معمر بالبيض، نشتي يكون يعني طعم الفيونداشي فيه ما يكونش فيه طعم البيض بزاف. شوفوا هنا داك المول اللي راح نستعملوه جاي صغيرون وباهي، يعني خير من ندير بلا كبير. درت له ورق الزبده بالشكل اللي شفتوه. ندير الطبقه الاولى تاع الفيونداشي وضغط عليها بالمغرفه بالشكل راكم تشوفوا فيه. ومن بعد جبت مثلثات تاع الفرماج، حكمت قسمتهم على 2، ما حبيتش ندير حبه كومبلي بانت لي خشينه بزاف. قسمت الحبه على 2 وستفتها. ولا تقدروا ديروا اي نوع فرماج تحبوه، المهم قطعوه مرصوات وحطوه بالشكل هذا. زدت الطبقه الثانيه تاع الكميه اللي بقات تاع الفيونداشي. بهذه الطريقه ديروها في اي مول عندكم، ماشي لازم يكون مدور ولا صغير ولا. وندخلوه يطيب على 200 درجه، الفور يكون شاعل من الفوق ومن التحت. بعد ما ينشف لكم الفيونداشي من الفوق بهذا الشكل معناتها راهو طاب. انا خليته واحد ربع ساعه، يعني ما يفوتش ربع ساعه حيكون طاب. وحكمت درت هذاك الفرماج تاع سلايس من الفوق، قطعته شويه بالطبسي باش يجيني شكله مدور، وحطيته ورجعته للفور مم با 3 دقائق ولا 4 راح يذوب. ونحيته وخليته يبرد شويه قبل ما نقطعه. وشوفوا هنايا بعد ما نقطعوا الشكل الرائع اللي تحصلنا عليه، جا بزاف هايل في الشكل تاعو. شوفوا كفايه يجي متماسك ويجي ما شاء الله. درت هذيك لاصوص اللي خدمناها قبل بعد ما عقدت في الطبس.